السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروه من قناه يوميات سعد ومروه. هنعمل مع بعض النهارده الغريبه بثلاث مكونات بس، وهنعمل العظمه دي كلها كده بنص كيلو، غير ما شاء الله غير اللي اتاكل. الكميه دي باذن الله هتطلع من النص كيلو دقيق، ومكوناتها سهله وبسيطه جدا، والتزيين على راحتك خالص، ممكن ما تزينهاش خالص، بس انا حبيت بس اعمل اشكال عليها كده عشان تفرح الولاد. يلا بينا نشوف المكونات والطريقه ازاي. معايا هنا نص كيلو دقيق 500 جرام، بيعادلوا بالمج بتاع الشاي ده 4 اكواب، مش مكبوسين، يعني تمليهم بس كده وتمسحي الحافه بتاعتهم كده. 4 كوبايات مجات من دي. معايا هنا 350 جرام سمنه، بيعادلوا بالمج ده برضو كوبايتين ونص. تكبسيهم، يعني تحطي بالمعلقه كده وتكبسي كل معلقه تنزليها كده تكبسيها كوبايتين ونص. ومعايا هنا السكر بودره طحناه في البيت، عشان نبقى متفقين ان كل النواعم بتاع العيد لازم تكون طحن السكر بتاعها في البيت، لان اللي بتطحن بره بيبقى عليه نشا، فمش هينفع في الوصفه. ده 125 جرام سكر بودره، بما يعادل كوبايه الا ربع من المج ده. هنحطهم بقى على بعض كده ونشوف هنعمل ايه. انا حطيت هنا السمنه، هحط عليها السكر نكسرها بس كده الاول. طبعا السمنه زي ما اتفقنا برضو من اول ما بدأنا نعمل معجنات من السنه اللي فاتت، ان لازم السمنه كنا مسيحاها من قبلها بليله وحطها في التلاجة. يعني لازم تكون طالعه من التلاجة، هي انا مطلعاها من التلاجة مكسراها بالمعلقه ومطلعاها من التلاجة. لازم كل حاجه تكون مطلعاها من التلاجة. ولو هتعملي الكحك على البارد لازم تكوني برضو مسيحاها من قبلها بليله وكوني مطلعاها من التلاجة. زي دي البيتوفور برضو بنطلعها من التلاجة، والبسكوت برضو بنطلعها من التلاجة. كل نواعم العيد بنسيح السمنه من قبلها ليله ونطلعها من التلاجة في نفس الوقت بتاع الاستعمال. خلاص فتتها كده، نضربها بقى. انا كده ضربتها بس لسه السكر ما دابش قوي، هضربه برضو لحد ما السكر يدوب وارجع لكم. تلم الجوانب السمنه كده من الجنب، عشان اللي ما اتضربش كويس والسكر ما اتضربش كويس اتضرب. هو خلاص بدأ الخرفشه بتاع السكر تروح شويه اهي، يعني خلاص ضربتين وهنضيف الدقيق. نلم الجوانب كده. طبعا الغريبه ما بتضافش لها اي سوائل خالص، هي بتتلم بس بالسمنه والسكر. هنضيف كميه الدقيق مره واحده، مش هنعجن، هنلم بس. اي نواعم بتلمها بس بايدك كده، ما بتعجنيش. هكمل لم وارجع لكم. شايفين بتعملوا كده بايديكم، هي بدأت تلم عجينة اهي. بتلمي وتعملي كده، تلمي وتعملي كده، انما مش تعجني كده زي العجينة. هلمها بقى وارجع لكم. هنا انا بلم العجينة بس ما تعجنيش، زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان النواعم احنا ما بنعجنهاش، بنلمها بس بطرف صوابعنا بس كده، يعني كأنك بتعصري الطماطم كده زي ما بتعملي ايام زمان كده في المصفى. يعني انت بتلمي وبتفركي بس بصبعك كده. بتختبري العجينة زي ما انا بكورها قدامكم كده، بتكوراها وبتضغطي عليها من النص. لو شققت يبقى هي بس لسه عايزة تتلم شوية كمان. ما بتضيفيش عليها سوائل ولا اي حاجة، هي مجرد بس السمنة والسكر والدقيق. القريبة متعملش باكتر من كده.
كل ما بتختبريها وتلاقيها لسه مشققه، بتلمي فيها بس بايدك كده، بس ما تعجنيش برضه. لو عجنتيها هتعمل معاكي عرق وتقلب لحاجه تانية خالص غير الغريب. بلم فيها كده. لو الجو ساقع مش هتسيح من ايدك ومن حرارة ايدك. هي هنا الحقيقة لما قعدت الم فيها شوية كانت ساحت، حسيت ان العجينة بقت مرقة خالص في ايدي كده خالص يعني. ما اتظبطتش غير لما حطيتها في التلاجة شوية كمان. هنا برضو بختبر معاكم تاني، هلاقيها لسه مشققة حاجة بسيطة جدا جدا جدا. فانت لو ملمتهاش او مريحتهاش مش هتشقق منك في الفرن. هنا كنت بقول لكم لسه مشققة حاجة بسيطة، فانا لميتها هنا برضو لميتين. هنا بقول لكم ان هي بقت سايحة خالص في ايدي، واحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. نص كيلو دقيق عمل لي الصينيتين دول، وصينيتين كمان في الفرن، وفي نص صينية صغيرة برضو كمان. هوريها لكم دلوقتي في التصوير. انا خلصتهم وحطيتهم في التلاجة حوالي ربع ساعة. بطلعهم من التلاجة متلجين زي ما هم، بحطهم في الفرن على طول، يكون مسخن من قبل كده على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. ما بتاخدش منك اكتر من حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. المهم ان انت بتحط صبعك على وش الغريبة من فوق، تلاقيها بتبصم حاجة بسيطة، تحس انها لسه طرية. بتطلعها تكمل سواها بره. كده بعد ما طلعت الكمية كلها من الفرن، الصينيتين دول لسه الصينيتين التانيين برضو ما بتشتريهاش من الصينيه، بس بقى تكمل سواها من الحراره بتاع الصينيه. يعني انت بتطلعها وهي بتبصم كده، وتحس انها لسه طريه من فوق شويه. اما بتسيبيها في الصينيه وتاخد حراره الصينيه لحد ما تبرد خالص، بتديكي التسويه الصح بقى، التسويه المظبوطه لها. بتيجي بقى لما بتبرد كده بتحطي ايدك عليها، بتلاقيها معلش بتبصم قوي زي ما كنت انت بتختبرها وهي في الفرن بتلاقيها مبصمه بزياده في ايدك شويه كده. وحاول ان انت ما تحركهاش غير لما بتبرد خالص. بتحركها يمين وشمال زي ما انا بعمل قدامك في الفيديو كده، علشان انها تسيب الصينيه. لو حركتها بالغصب او حركتها بالعافيه او كده، هتتفرفت في ايدك، لان هي بتبقى دايبه جدا. حركها يمين وشمال واحده واحده كده لحد ما تطلع في ايدك. هنا كنت بوريك اللون بتاعها من تحت، لونها جميل جدا ذهبي فاتح. ولو قدرت كمان ان انت تقفلي عليها قبل ما تاخد اللون اللي من تحت ده، هتبقى جميلة جدا برضو. بس الحقيقة انا بحب التسوية بتاعتها كده. ما خدتش حاجة في الفرن، حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة بالكتير، في الرف اللي في النص على درجة حرارة متوسطة على 180. وبتطلعها تسيبها تبرد براحتها خالص في الصينية. عندي هنا كنت عاملاها قبل كده بالشوكولاتة السنة اللي فاتت. الحقيقة نسيت اجيب كاكاو خام المرة دي عشان اعملها بالشوكولاتة. فكان عندي الكريسبيات دي من ايام ما كنت بشتغل في التورت وكده. فاحط منها بس تزيين خفيف عليها من على الوش كده، وبرضه حاجة تبقى عاطية منظر جديد، وفي نفس الوقت تفرح الولاد يعني، بدل ما تبقى بيضة سادة بس خالص كده. هنشوف مع بعض برضه. بعد ما لميتهم على بعض كلهم كده، عملوا لي الصينيتين دول. هنزينهم بقى مع بعض زي ما انتم شايفين بالحاجات اللي وريتها لكم. معايا هنا الحاجات دي زي ما وريتها لكم قبل كده. الحاجات دي المدوره اللي كنت بوريها لكم دلوقتي، قسمت كل واحده 2 علشان لقيت الواحده هتبقى كبيره قوي على الغريبه. ومعايا هنا شوكولاته خام، حطيتها في الكيس هنا، وحطيتها بس في كوبايه فيها ميه سخنه شويه لحد ما قسمت الحاجات دي نصين. هوريكم بقى دلوقتي نعملها ازاي. هجيب واحده غريبه كده، واجيب واحده من دي كده، واحط عليها الشوكولاته زي ما انتم شايفين. مش هكتر عليها علشان برضه انا مش عايزه الشوكولاته تطلع من الجنوب. انا مجرد بس ان انا عايزاها انها تلزق بس، مش اكتر. واحطها في النص هنا كده، واضغط عليها بس حاجه بسيطه علشان تثبت. ممكن اعمل بقى نقطتين 3 شوكولاته بره كده عشان اثبت عليها من الحاجات التانية دي. حاجات بسيطه برضه علشان انا مش عايزاها تبقى كتير. هي الشوكولاته دي خام، مجرد ما تمسك نفسها هتنشف على طول. يعني مجرد بس ان الولاد تفرح، تبقى بالشكل ده كده. هحطها بقى في جنب واعمل واحده تانية. هجيب واحده تانية برضو كده، اجيب واحده كده بنفسجي،
اثبتها المره دي تحت كده مثلا، واعمل هنا كده نقطتين كانهم عينين، واحط هنا اتنين برضو كريسبيات كده كانهم عين. اي حاجه بس الولاد تفرح بيهم وخلاص. الشكل ده. اعمل معاكم شكل تاني، ممكن نعمل واحده كده، نثبت واحده في النص، ونثبت واحده حمراء في النص، نعمل كذا واحده كده بالجنوب تبقى شبه الورد. الشوكولاته الخام دي من مسافه دقيقتين بتلاقيها مسكت نفسها وشدت. تبقى الشكل ده. هكمل بقى الكميه كلها على الشكل ده وارجع لكم. دي التلاتة اللي احنا عملناهم مع بعض، الاشكال المختلفه دي. هكمل بقى الكميه وارجع لكم. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.